എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു പലർക്കും اللي واقفين على الأبرقة خليهم ينزلون. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. باسم مجلس عوائل الشهداء في تل حميس نقف اليوم في هذا الصرح العظيم لنشارك في زرع نخلة عز وإباء في أرض هذا الوطن، وطن الكرامة والشهداء. إن الشهيد زياد اختار أن يكون منارة يهتدي بها رفاقه في ظلمة الخيانة والعمالة. إن جذور الشهداء هي التي يصعب على كل الخونة والعملاء أن ينزعوها من أعماق تربة الوطن، لأنها أعمق من مطامعهم وأحلامهم. منذ بداية ثورة الشعب ونحن نقدم الشهيد تلو الشهيد من أجل بناء وطن آمن ومستقر يسوده العدل والمساواة بين كل المكونات والأجناس. أنفسنا أولا، ونحن عائلة الرفيقين عقاب ورامي، نحن أهل الشهداء، نحن رفاقهم. اليوم رامي وربما غدا نحن، فليعلم كافة شمال شرق سوريا بكافة المكونات أن هذا الإرهابي أردوغان لا يبقى باستهداف مكون واحد فقط، وإنما جميع شمال شرق سوريا كافة المكونات من كرد وعرب وسريان. والحياة الحرة هي ثمرة إرادة الشهداء. الاسم الحركي رامي تل حميس، الاسم والنسبة زياد الإبراهيم، اسم الأم وضحة، اسم الأب أحمد، مكان وتاريخ الولادة الحميس 2/1/1987، مكان وتاريخ الانتساب الهول 10/5/2022، مكان وتاريخ الاستشهاد قيروان 6/5/2023. الشهداء هم من أوقدوا مشعلة الانتفاضات ومثلوها.